لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. عندما يغيب الاحتواء عن الزمالك تتوقف الانتصارات. هذه هي الحقيقة المرة التي يتهرب منها الزمالك بلعبته، بجهازه الفني، بجمهوره، بإعلامه، بدليل أنها المباراة الثانية على التوالي التي يتعثر فيها الزمالك ولا يستطيع تحقيق الفوز. في مباراتين لم تحتسب له ركلة جزاء. الأول قبل ما أدخل في الفيديو تفاصيله، عايز الأول أرحب بحضراتكم على ملعب أو الكباتن. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لو أول مرة بتتابعوني أتمنى من كل قلبي اشتركوا في القناة، فعل الجرس، اضغط لايك عشان يصلك كل جديد. وما زالت هدايا الزمالك تتواصل إلى النادي الأهلي، فهل يستغل الأهلي هذه الهدية قبل مباراة المصري القادمة، المباراة اللي من وجهة نظري تصحيح مسار للنادي الأهلي في المسابقة المحلية؟ هل تكون هذه هي المباراة التي يتصالح فيها النادي الأهلي مع جمهوره، أم لا قدر الله يرفض النادي الأهلي هدية الزمالك؟ مباراة اليوم فيها لقطة من وجهة نظري البعض ما خدش باله منها، مش عايز أقول لقطتين. لقطة في كورة لطلائع الجيش، ركلة جزاء ما فيهاش نقاش، وللأسف جمهور الزمالك بيقول لك واحد اتنين الفار راح فين؟ انتوا بتسألوا على الفار ليه؟ يعني الزمالك لم يسقط له لاعب داخل منطقة الجزاء كي يحتسب له ركلة جزاء. الزمالك لم يسجل هدف ثالث على الأقل مشكوك فيه مثلا عشان يرجع للفار. الزمالك لم يعني يسجل في شباكه هدف مشكوك فيه عشان خاطر تقول واحد اتنين الفار راح فين. أين الفار يا حكام الفار من ركلة جزاء طلائع الجيش؟ يعني أنا عايز أقول النهاردة إن الحكم طارق مجدي، مش عايز أظلمه، ربما كان له مثلا رأي، ولكن خلاص حكم الفار قال لك مش في حاجة مثلا، فلم تستدعي ولم يتناقشوا وبتمر بمرور الكرام. ما هو ما ينفعش جمهور الزمالك يزعل. ازاي يزعل في فترة الإعلام بجمهور الزمالك أصلا عاملين حملة ومنهجة على النادي الأهلي كي يسقطوه أو كي يوقعوا فتنة ما بين لاعيبة النادي الأهلي وجمهوره، وده اللي احنا شفناه في الفترة الأخيرة. لكن عزيزي المشاهد، كان لجودوين شيكا لاعب نادي طلائع الجيش رأي آخر. لعيبة طلائع الجيش من وجهة نظري والله لعيبة رجالة، لدرجة ان بلس 90 كانوا رايحين بكورة لو فيها نوع من التركيز او الدقة او الهدوء كان سجلوا الهدف الثالث. عمران رجب او رجب عمران، رجب عمران لاعب طلائع الجيش، الولد ده بسم الله ما شاء الله عليه، ثقة، جرأة، شجاعة، بيقدر يدخل، بيقدر يلم ويعدي. ولكن كان ينقص طلائع الجيش حتة يعني ايه الشراسة الهجومية اللي من خلالها كان يقدر يسجل. هتقول لي ازاي شراسة هجومية؟ هقول لك والله دفاع الزمالك ما كان في حالته النهاردة على الإطلاق، بدليل انه لاعب الزمالك لاعب طلائع الجيش لما سجل الهدفين سجلهم من جوه المنطقة. يعني في الهدف الأول كلنا شفنا، مش عايز اقسو على الونش محمود حمد الونش مدافع الزمالك، لاعب محترم وخلوق وبيحترم الجميع، فمن يحترم يحترم. رجع من اصابه، واحنا عارفين اصلا اللعيبه اللي بتتقدم في السن مع اصابه الرباط الصليبي دي ما بتكونش في مستواها، لكن منظره كان وحش، كان وحش لما جودوين يعني طلعوا مطار القاهره على اسطنبول على طول. يعني انا ما اعرفش ازاي طلع الجيش ما قدرش يستغل حالة السرحان اللي جوه دفاعات الزمالك. ولكن الزمالك يفشل في عبور دفاع طلائع الجيش، ما قدرش انه يخترق دفاعات طلائع الجيش. لعيبة الزمالك سجلت الهدفين من خارج ال 18. يعني انا اقر واعترف ان الهدفين جمال جدا، جمال جدا، مفيش مشكلة. وتحديدا هدف حسام اشرف، مفيش كلام. اذا الهدفين فرديين، لكن
طلائع الجيش انه يخترق دفاع الزمالك في اين جروس؟ يعني تصريحات جروس تصريحات صادمه. يعني الراجل بيقول لك ايه؟ انا لسه بعيد ترتيب اللاعبين، لسه عايز صفقات. تصريحات جوميز بعد المباراه بيقول لك الحكم ازاي يتغاضى عن بعض الاخطاء؟ هي الاخطاء كلها في وسط الملعب. يعني ما اعرفش زيزو بيعترض على ايه وانت اصلا في نص الملعب. فكون مدرب زي ده بيصرح تصريحات زي دي والاعلام يتقبلها، الزملكاوي والجمهور يتقبلها، تبقى مشكله. على كل حال يتوقف رصيد الزمالك على 11 نقطة متساوية مع المصري، لأن المصري متصدرا بفرق الأهداف، وإن شاء الله الأهلي يحقق الانتصار كي يعيد مساره ويصحح أوضاعه في الدوري المصري. بشكركم جدا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.